صباحكم فل. النهارده هنعمل مع بعضنا بودنج البرتقال. حلو قوي ومش متعب خالص وسهل قوي قوي لو حد جالك فجأة يعني تقدري انك انت تعمليه بطريقة سهلة قوي سريعة جدا جدا. هنا انا معايا كيلو لبن بلدي عادي خالص اللي هو لبن الحليب بتاعنا. هحط عليه 3 معالق نشا، ادي كده تاني معلقة، وهنزل عليه بالمعلقة التالتة، وهحط كمان مع ال3 معالق نشا نص معلقة دقيق. ليه الدقيق ده بيخلي قوامه كريمي قوي، بيخليه طعمه حلو. وتحسي انك انت بتاكلي كده حاجة حلوة وقوامه بيلف معاكي وبيبقى مظبوط جدا. تمام. بس كده هو ده اللي انا هحطه. بعد كده هحط طبعا السكر ده على حسب الرغبة. يعني انا مثلا حطيت في الحلة دي او الكيلو ده خدت مني 4 معالق سكر كبار بالشكل ده. طبعا انا هنا رفعته على النار، فلا انتي مثلا حطي مكوناتك كلها وبعدين ابدأي انك انتي ترفعيه على النار. انا يا دوبك كنت حاطه ده مع ده، بس لقيته ايه كلكع مني، فطبعا نزلت عليه بالمضرب السلك عشان يفك الايه الحاجه اللي كلكعت مني دي. بس كده. طبعا افضل اقلب فيه كده عشان خاطر انا مش عايزاه يكلكع، عايزاه يبقى زي ما انتوا شايفينه كده. فهفضل حاطه المضرب فيه وهفضل اقلب فيه. هنا معايا كوبايات عاديه، او لو انت عندك كاسات اللي هي كاسات الجيلي، يعني اي حاجه تقدمي فيها كده. هحط بس نص الكميه ومش هحط اكتر من كده لاني لسه في خلطه تانية هنعملها مع بعضنا. هامله طبعا على قد ايه الكوبايات اللي عندي. يعني انا الكيلو ده اخد مني 8 اطباق بالشكل اللي قدامكم ده. بس انا هنا هحط النص الكميه وبس كده عشان خاطر لسه ايه هنعمل بقى مع بعضنا البرتقان سوا. نفس الحله زي ما انتوا شايفين. هنا كان معايا مقدار 5 برتقانات ضربتهم في الخلاط بشويه ميه. بس كده ولا اي حاجه تاني. برضو نزلت فيها هنا على نفس الحله بتاعتنا. برضو هحط لها 4 معالق نشا، وهحط لها برضو نص معلقه الدقيق. بس في العصير وانا بضربه في الخلاط حطيت له حبه سكر صغيرين قوي قوي عشان انا ما كنتش عارفه هيبقى سكره عامل ايه. بس لكن انا هنا لقيته ان هو كان محتاج حبه سكر تاني، فحطيت حبه كده ايه عشوائي مش كتير. طبعا البرتقال لونه فاتح فقلت احط له ايه حبه نص معلقه زعفران. ما تكتروش من الزعفران قوي يعني لان هو بصراحه بيمرر يعني. بس وهفضل بقى طبعا هقلب فيه لحد ما يتقل معايا. انا كده حسيت ان هو عمل معايا زي قمر الدين، بس لا هو مش قمر الدين طبعا، بس الشكل كان مدي للمنظر ده. بس كده. هنا طبعا هحط بقى النص التاني. هو سهل قوي ومش متعب خالص ومفهوش اي تكلفة، يعني هو اصلا البرتقال مالي الدنيا الفترة دي. بس كده طبعا هو هكمل بقى انا يعني ايه هخلص باقي الكمية اللي قصادي وخلاص كده. طبعا بقى لو انت حابة تزيني وشه بأي حاجة عندك تمام، عايزه تزينيه بشرايح برتقان تمام، عايزه تزينيه بفراوله تمام، عايزه تزينيه بموز برضو تمام، ما فيهاش اي مشكله. دي حاجات اختياريه من عندك. طبعا انا ما كانش عندي، انا كان كميه البرتقال اللي عندي كلها كنت ضربتها في الخلاط وخلاص كده. فانا بفتح التلاجة لقيت عندي شويه فورمايسيل فحطيتهم. طبعا هي الطريقه مش متعبه خالص ومش مكلفه خالص وسهله قوي وسريعه قوي، فتنجزك وتبقى بسرعه بسرعه كده لو في حد جالك. بس هي حلوة قوي، جربيها مش هتندمي انك انت جربتيها وهتعجبك قوي قوي قوي. تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك.